مساء الخير. النهارده يا شماتة ماما طاطا فيا، يا شماتة ولادي فيا، يا شماتة مصر كلها فيا. لما ويجز اللي انا معترضة عليه مش ما بحبوش او ما بعرفش اسمعه، بسمعه في العربية 5 دقايق. مش مقتنعة بكلامه او مش فاهمة كلامه. لما ويجز ده يبقى هو المغني اللي هم اختاروه، قطر اختارته في نهاية كأس العالم، احتفال يعني كأس العالم. يعني أنا أورّي وشّي منين لولادي؟ أنا هاقول لهم إيه؟ أهو بيقولوا لي أهو ويجز أهو اللي أنتِ معترضة عليه وعاملة لنا مشاكل، أهو يا حبيبتي أهو، أهو ده يعني أ هو فين عمرو دياب؟ أنا عايزة أعرف، هو فين حماقي؟ هو فين محمد منير؟ هو فين مدحت صالح، فين هاني شاكر، فين علي الحجار؟ يا جماعة حرام عليكم ارحمونا، ارحمونا. أنا مش عارفة أربّي ولادي، أنا كده مش عارفة أربّي ولادي، أنا كده مكسوفة منهم، أنا مش عارفة، يعني هُم هيسمعوا كلامي بعد كده والّا لأ؟ إذا كان أنا باقول لهم إن ده فن هابط، أو ده ما تسمعوهوش، أو ده مش هو ده الفن. وأُفاجأ إن في قطر، في الاحتفال بتاع كأس العالم قدّام العالم كلّه، إن المصري الوحيد اللي اختاروه الأغاني من الأغاني هو ويجز. فدي فضيحة لمصر والله، فضيحة لمصر والله. يعني كفايانا بقى، كفايانا إهمال في نفسنا وفي ولادنا وفي حياتنا وفي سمع ولادنا. خلاص يعني إحنا كده بنهين نفسنا والله. أنا آسفة جدًا للإعلاميين اللي طالعين يقولوا له آآ م يعني الحمد لله إن في حد مصري راح وبيمثّلنا، مع احترامي ليهم كلّهم. كان المفروض يتقال ليه ما خدوش كذا وكذا وكذا، ليه خدوا كذا. كان المفروض يتقال إن في نقطة غلط أو في شيء غلط. أنا فرحت أوي إن beIN Sport ما ذاعتوش، تضامنت معايا عشان ربنا عالم بحالي. أرجوكم انتبهوا إن إحنا خلاص بقينا فعلًا في خطر، وإن إحنا كده مش هنعرف نربي ولادنا ما دام الشيء القياسي ليهم أو الحاجة اللي المفروض إنها تكون عالمية، بتيجي بتجيب الناس اللي هي عندنا هابطة، أو إن إحنا ما بنقولش إن ويجز وِحِش، ليه أغانيه والناس الشباب بيحبوه وبيسمعوه وكل حاجة. وليه فَنّه وليه طبعًا جمهوره أنا عارفة، ومن غير ما أعرف أنتم كده عرفتوا خلاص. بس أنا كده مكسوفة من نَفْسي، أنا مش عارفة دلوقتي، أنا مش أنا والله بجد، أنا مش أنا. أنا حاسة إن أنا علّمت ولادي غلط، أنا اتعلّمت غلط، إحنا ماشيين في طريق غلط. ولازم يبقى في علامة استفهام كبيرة للي بيحصل ده. لازم نوضّح للناس أو نوضّح لنَفْسنا أو نوضّح لولادنا، مش عارفة. أنا مش عارفة نوضّح إيه بالضبط، بس هو في حاجة غلط. سلام عليكم.